ازيكم؟ عاملين ايه؟ النهارده جاي احكي عن حاجه حصلت لي في حياتي، حاجه انا عشتها لفتره طويله، والحاجه دي بدات معايا لما كنت شغال مع ناس في وسط البلد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده الموضوع اللي انا جاي اتكلم عنه ده لما كنت شغال مع ناس في وسط البلد، والناس دي كانوا صحاب محلات لقطع الغيار. الناس دي كانوا واخدين شقة في شارع عابدين في وسط البلد، الشقة دي كانت في عمارة، والعمارة دي كانت مشهورة اساسا في وسط البلد. والناس دي بقى كانوا واخدين شقة فاضية من زمان وكانوا قافلينها، وابتدوا يعملوا فيها زي نظام مخزن اللي هم يحطوا فيها البضاعة اللي هم مش محتاجينها عندهم في المحلات ويحطوها في الشقة. طب احنا ما فهمناش حاجة، هقول لك اتقل عليا عشان خاطر افهمك القصة وما فيها. القصة بقى تيجي هنا لما انا اشتغلت مع الناس دي، وثقوا فيا ووثقوا في شغلي. اضطرت الناس دي تديني مفتاح الشقة عشان خاطر اي حاجة بيبقوا محتاجينها في المخزن اللي هي الشقة القديمة دي كنت انا بروح اجيبها. بس هنا بقى الحاجة الغريبة اللي انا ما كنتش فاهمها، اللي كانت معظم الناس يجوا يديهم المفاتيح، الناس اللي شغاله معايا ما كانش حد بيوافق. فانا هنا بقى فرحت وقلت بس ده الناس ايه وثقت فيا وبتاع وايه، ولقيتني امين وشخص محترم، فعشان كده هم ادوني المفتاح. فهنا بقى انا ما استنصحتش او ما شغلتش دماغي وقلت ايه طب ده انا جديد وبتاع، طب هم ليه ادوني المفتاح وانا لسه جديد؟ قلت يا عم عادي، ده الناس دي ايه خلاص عملتني واحد منهم وبتاع، وصاحب الشغل شافني وبتاع وعرف ان انا شخص كويس. لما كانوا محتاجين حاجات المحل عندهم للمعرض وانا ادوني المفتاح عشان اروح اجيب النواقص من المخزن اللي هو الشقة اللي في العمارة دي، والعمارة دي بعديهم بشارعين. هنا بقى لما دخلت الشقة كانت شقة عادية وبتاع، بس شقة كبيرة وشقة من الشقق اللي تلاقي السقف بتاعها طويل، والشقة كانت واسعة جدا لاني كانت في عمارة كبيرة. هنا لما دخلت وبتاع قفلت الباب ورايا، قلت عشان خاطر برضك ما يخشش حد ورايا او ما يخشش قطة تتحبس يحصل لها حاجة انا اشيل ذنبها. دخلت الأوضة اللي هم كانوا قايلين لي عليها اللي فيها الحاجة دي، وبالورقة اللي كان مكتوب فيها اسامي قطع الغيار اللي انا هجيبها من اللاينات او الارفف اللي هم حاطينها. هنا بقى انا كنت فاتح نور الصالة، وبعد كده قبل ما اخش على الأوضة دي اجيب قطع الغيار قلت اخش الحمام، فدخلت وفتحت نور الحمام ونور المطبخ عشان خاطر يعني الشقة تبقى منورة. فلما دخلت الحمام وخلصت وطلعت دخلت على الأوضة، وهنا بقى انا ما قفلتش نور الحمام او نور المطبخ، ودخلت هنا بقى على الأوضة. والأوضة دي انا خدت منها الحاجات بتاعتي، ولما خدت منها الحاجة ببص كده قلت عشان خاطر اروح اقفل نور الحمام، لقيت لك نور الحمام كله مقفول ونور المطبخ مقفول. فانا قلت ايه ده، يمكن ايه اللمبه بايظه ولا حاجه. فقلت ابص كده، فدوست على البريزه او على الزرار اللي بيقفل النور، لقيت الزرار ايه مقفول. فقلت يا عم عادي يمكن ايه انا نسيت ولا حاجه وطلعت فاهم وكده. فنزلت قفلت نور الصاله ورايا وخدت بعضي ونزلت المحل واديتهم ايه الحاجات الناقصه عشان يرصوها في المعرض. بعد 4 ايام كنت انا بجيب اكل لنفسي، هم كانوا محتاجين الحاجه دي، فهم اضطروا اللي هم يستنوني لحد ما انا اجي عشان خاطر اجيب الحاجه. فانا هنا بقى استغربت، طب ايه ده يعني انتوا استنيتوني لحد ما انا اجي، بالرغم اللي كان في ناس اصغر مني موجوده في المكان ده ومن سني وكانوا قاعدين وما كانش بيعملوا حاجه. فانا لما جيت كده ولسه هاكل وبتاع يقولوا لي احنا محتاجين ايه معلش يا حسام كذا كذا. فانا ما رضيتش اقول لهم طب ما كان في حد عندكم قاعد، قلت يا عم عادي ايه الناس كده ايه حبتني وايه ومستأمنين على الحاجه. فروحت رايح تاني، وهنا بقى لما طلعت عشان اجيب لهم الحاجه وسبت الاكل بتاعي زي ما هو، دخلت بجيب الحاجه. وهنا بقى تيجي الحاجه اللي خلتني اتخضيت خضه ما بعدها خضه، ان وانا بجيب الحاجه دي سمعت صوت بيناديني وبيناديني باسمي، يا حسام انت بتعمل ايه عندك يا حسام؟ هنا بقى انا اتخضيت واتفزعت، قلت ايه ده؟ فانا طلعت بره قلت يمكن في حد من زمايلي او حد من اللي شغالين معايا بيعمل فيا مقلب. فطلعت ببص في الصاله وبتاع ما لقيتش اي حاجه، حاولت افتح الاوض اللي مقفوله، هم كانوا بتاع 6 اوض، وانا كان في اوضه منهم اللي كان فيها حاطين فيها البضاعه وحاطين جزء في البضاعه في الصاله. فطلعت قعدت افتح كل الاوض
قلت يمكن في حد كان بيعمل فيها مقلب من الناس اللي شغاله معايا. وهنا لقيت كل الاوض اساسا مقفوله والاوض اساسا فاضيه ما فيهاش حاجه خالص. وهنا انا خدت البضاعه ونزلت وحكيت اللي انا شفته للناس اللي شغاله معايا اللي هي اقدم مني. والناس قالت لي يا عم ما تحطش في دماغك، ده ما فيهاش حاجه يا عم، يمكن بيجي لك تهيؤات. قلت لهم يا جدعان بيجي لي تهيؤات مرتين، مره لما طلعت فوق ولقيت النور اتقفل، والمره دي لما لقيت حد بينده لي. قالوا لي لا يا عم ايه ما تركزش وبتاع وايه، وانت راجل بتصلي ومفيش اي حاجه من الحاجات اللي انت بتحكيها دي وما تحطش في دماغك. قلت يا عم ماشي ما احطش في دماغي واعتبر ان مفيش اي حاجه حصلت. بعديها باسبوع الجزء اللي انا واقف فيه اللي انا كنت ببيع فيه البضاعه، الرفوف اللي ورايا كان فيه صنف كان ناقص ما كنتش لاقيه ولا حتى موجود في المعرض. فاضطريت ان انا اخد المفاتيح واروح اجيب الجزء اللي ناقصني ده. ولما دخلت الشقه في الوقت ده حسيت بسقعه، حسيت بريح ساقع قوي، بالرغم ان انا كنت في الوقت ده كان في شهر 7 في عز الحر، بس انا حسيت بسقعه جامد ولا كأن في حد مشغل تكييف. فدخلت عادي وبتاع، فقلت بس ده كويس ايه اللي فيه شويه هوا هنا عشان خاطر الجو ايه تحت ايه حر وبتاع وكلام من ده. فانا جبت الحاجه اللي كانت ناقصاني وطلعت بره، لقيت الكراسي اللي كانت محطوطه ببلاستيك اللي كانت مرصوصه فوق بعضيها محطوطه دوران حوالين بعض، ولا اكن كان في حد قعد في اللحظه دي او حد رص الكراسي دي بايده. فانا قلت لا ده مش طبيعي، انا الكراسي دي كانت محطوطه هنا على جنب كلها كانت مرصوصه فوق بعضيها، ايه اللي نزل الكراسي دي وحطها حوالين بعض داير ما يدور، ولا كأن كان في حد بيلعب وبيجري حوالين بعض. وبعد كده جيت نواحي الباب عشان اطلع، لقيت لك الباب ولا كأن اتربس، المفتاح مش عايز يفتح الباب، اجي اشد الاكره مش عايزه تشد. انا هنا اتخضيت ووشي احمر، ببص كده ورايا لقيت شكل مرعب وشكل يخوف، وفي حد بيبص لي بعينه من عند المطبخ. انا هنا صرخت واغمى عليا. لما اغمى عليا في اللحظه دي الناس اللي في المعرض قلقوا عليا لان انا طولت قعدت بتاع اكتر من ساعه ولا حاجه. فهنا صاحب المعرض اللي هو صاحب الشغل خد بعضه وخد 3 من اللي معاه شغالين معاه وطلعوا عشان خاطر يشوفوا في ايه، وعشان خاطر يشوفوا انا اتاخرت ليه. هنا بقى الحاجه اللي ما كانتش متوقعه واللي انا ما كنتش اعرفها بس كنت حاسسها، ايه هي بقى يا سيدي؟ ان انا لما دخلوا عليا وانا مغمى عليا، انا في اللحظه دي ابتدوا يفوقوني، فانا كنت مدروخ شويه بس كنت فايق، بس ما فتحتش عيني في اللحظه دي، بس انا كنت حاسس باللي انا ايه سامعهم وسامع اصواتهم. هنا بقى وانا مدروخ سمعت صوت صاحب الشغل بيقول لمدير المعرض انا قلت لك ما نطلعوش، انا قلت لك ايه ما نستخدمش المخزن خالص ونحاول نجيب البضاعه، انا قلت لك عشان خاطر الشقه دي لما كان فيها الناس القديمه اللي حصل عندهم الواقعه وحصل عندهم جريمه القتل. انا فوقوني وقمت وبتاع، فقعدت ابص لصاحب الشغل قوي كده وبتاع، فبيقول لي حسام، قعد يهزني كده، يا حسام يا حسام يا حسام، وانا عمال ابص له كده ومصدوم ومش مستوعب، وعمال ابص للمكان وعمال ابص لايه للحيطان المكان. فهم خدوني وقفلوا الباب وبتاع ونزلوا تحت. ولما نزلوا تحت انا قلت لهم ايه اللي حصل؟ قالوا لي ايه مفيش حاجه حصلت، انت شكلك ايه ما فطرتش النهارده ولا ايه، وشكلك اغمى عليك، بس احنا قلقنا عليك وطلعنا عشان نشوفك. قلت لهم لا الموضوع مش كده، انا شفت كراسي محطوطه حوالين بعض وشفت حد بيبص لي بصه من المطبخ بصه مرعبه، والباب اتقفل ما عرفتش اطلع من الشقه اساسا. قالوا لي ايه طب احنا هنقول لك الحقيقه. قلت لهم حقيقه؟ وكنتوا مخبينا عليا الفتره دي كلها وانا كنت بقول لكم اللي كان بيحصل لي حاجات غريبه وانتوا كنتوا بتقولوا لي ده تهيؤات وما تحطش في دماغك. قالوا لي معلش يا حسام وحاول تستوعب اللي احنا هنقوله لك ده صاحب الشغل هو ده اللي كان بيكلمني لما قعدني معاه، قال لي الشقه دي انا كنت واخدها من زمان بمبلغ قليل، وساعتها في اللحظه دي كنت ببتدي حياتي. قلت له ماشي بس دي مالها ومال اللي حصل؟ قال لي ما انا هفهمك بس اصبر عليا يا سيدي. قلت له ماشي. قال لي الشقه دي لما خدتها كنت انا لسه جاي من البلد جديد ومعايا فلوس، وعرفت ان الشقه دي كان سعرها رخيص قوي. لما خدتها حصل لي حاجات غريبه وحاجات مرعبه انا واسرتي اللي هو مراته وعياله، وكان بيحصل لي نفس اللي كان بيحصل لك. فلما اشتريتها من سمسار ده الله يسامحه ما فهمنيش اللي كان فيه راجل عجوز ساكن هو وابنه، والابن قتل ابوه بسبب فلوس. والواقعة دي ما اتعرفتش غير بعديها باسبوع لما ريحة الاب طلعت وملت المكان، وهنا الجيران عرفوا اللي فيه
حاجه وحشه او في حد مات هنا. وهنا بقى الحكومه جات والطب الشرعي جه. فالمهم عشان ما اطولش عليك يا حسام، انا لما خدت الشقه دي ما عرفتش اقعد فيها من اللي مراتي كانت بتشوفه، وانا ما كنتش بصدقها لحد ما انا شفت بعيني. لما كنت بقرا كتاب والكتاب وقع مني، جيت اخد الكتاب انا ما عرفتش اخده، حسيت ان ايدي بتتشد. قلت له طب انت ليه ما قلتليش؟ قال لي يا حسام ما انا مش هينفع كل ما يجي حد جديد اقول له ده في كذا كذا وخلي بالك. قلت له طب انت هنا ليه ما خدتش محل وحطيت فيه البضاعه او مخزن كبير؟ قال لي انت عارف يا حسام اللي كل المخازن او كل المحلات في وسط البلد دي غاليه، وانا الشقه دي كنت واخدها تمليك بسعر رخيص قوي، وبعت كل اللي ورايا واللي قدامي عشان خاطر اخدها، والمحل ده زي ما انت شايف انا واخده ايجار بمبلغ عالي. قلت له طب وبعد كده ايه اللي حصل؟ قال لي وبعد كده احنا جبنا شيخ عشان خاطر نشوف ايه اللي بيحصل في الشقه دي او خاطر نحل الموضوع بتاع الشقه. قلت له بعد ما جبته الشيخ، قال لي الشيخ حاول يقرا اول يوم ويطهر المكان وكده، وقال لازم يكون في كذا جلسه. قلت له تمام مفيش مشكله. تاني يوم انا ومراتي اكتشفنا لي نص الشقه ولعت، وصحينا على وليعه جديده قوي في الشقه، فكلنا قمنا جري وطلعنا من الشقه لحد ما المطافي جات طفت نص الشقه، والجيران ساعدوا معانا وحاولوا يطفوا الشقه معانا. وكأن يا حسام اللي ده انذار من الراجل الكبير ان روحه مش هتطلع من المكان دي بسهوله، وكان بيدينا انذار في اللحظه دي. من ساعتها ما قعدتش في الشقه دي وسبتها مقفوله، وعاتبت هنا بقى الجيران والناس اللي حوالينا اللي ما حدش حذرني وانا بشتري الشقه دي، بس هم كلهم قالوا لي للاسف احنا ما عرفناش ان انت تشتريها وما تفاجئناش غير وانت موجود فيها عشان خاطر نديك الانذار او نحذرك من الشقه دي. ومن ساعتها قفلتها، وبعد 5 سنين قلت هحاول احط فيها بضاعه من البضايع اللي بتجيلي من بره في الكونتينرات، بدل ما تزحم المكان او تزحم المحل اللي انت شايفه ده اللي انا واخده، ابتديت احطه في المكان ده وما باخدش البضاعه دي غير لما اكون انا محتاجها. فانا استغليت الشقه دي بدل ما تتركن، والشقه خلاص انا مش عارف ابيعها بسبب اللي بيحصل لها، والشقه دي اساسا اتشهرت في المنطقه. قلت له يا نهار ابيض، يعني اتشهرت في المنطقه وانا شغال عندكم بقالي بتاع شهر وما اعرفش الكلام ده؟ انا بقى هنا بقى من ساعتها انا سبته وما اشتغلتش معاه تاني وخدت حسابي وبس كده. ودي كانت قصتي مع شقه عابدين في وسط البلد. سلام.